شوفوا، خلونا نكون واقعيين ومنطقيين وحقيقيين. احنا اذا لعبنا، احنا اذا ادينا، احنا اذا كنا يعني عندنا روح ريال مدريد فعلا، والله ما بيستطيع الحكام انه يساعدوا برشلونة ولا بيستطيعوا انه يخذلونا. شوفوا جاية حتى سجع، لا بيستطيعوا انه يشجعوا برشلونة يدعموا برشلونة ولا بيستطيعوا انه يخذلونا. ليش؟ اليوم لو لعبنا بكل قوة، نحن لو لعبنا لعب صح، لو لعبنا لعب صح، أول شيء بنرهب الخصوم، بنرهب برشلونة، بصير الناس تنزل قدامنا ترجف، يسهل اللعب، يا الفوز يسهل كذا. لكن بهذا المستوى يا رجل، مستوى. أولا طبعا أنا خلوني أقول لكم، أنا من أول ما قرأت تصريح أربيلوا أنه 4 لا يمكن المساس بهم، خلاص أنا أقول لكم للأسف الشديد إذا جبنا دوري بهذا بدعاء الوالدين إذا قدرنا نأخذ الدوري. لكن بعيدا عن الحكام، يلعن، انسوا موضوع الحكام، والله العظيم انسوه. مدرب عندما يعطي الاطمئنان لأي لاعب في الفريق كائنا من كان، إن لم يكن هذا اللاعب مثل رونالدو، كريستيانو رونالدو، مدحته سبيته، لا زال مهتم بنفسه لأنه يلعب، يعني همه فريقه أول شيء، لكن بالمقام الأول همه نفسه ونظرة الناس له. يلعب ليثبت نفسه، عنده هدف، عنده طموح، فلذلك ما يتأثر بالتصريحات. هذا ممكن إنك تحكي إيش ما حكيت عنه، ما عندك مشكلة. لكن لعيبة زي الهمل هذول تبعنا ما يصير يا أخي تطلع تصريح زي هذا. مش بس همل يا أخي، هذول لسه أطفال، مثل ما قال تشابي ألونسو أنا جاي لحضانة أطفال. هذول أطفال، تعطيهم تصريح زي هذا وتعطيهم اطمئنان زي هذا، تقول لهم لا يمكن المساس بكم، مبابي، فينيسيوس، بلينغهام، فالفيردي. هذا كلام أقسم بالله كلام مدرب مش فاشل، لا، قمة في الفشل، قمة في الفشل. لأنه أي مدرب يعطي الاطمئنان للاعب حتى ولو كان النجم الأوحد للفريق، هذا مدرب فاشل. ليش؟ لأنه سيفرض سيطرته على الفريق، بيتدلل، بيصير يلعب لك. يعني شفتوا أنتوا يعني الهجمة الأخيرة لفريق بنفيكا، الفاول، يعني احنا ناقصين، حلو، رودريجو برا وفينيسيوس ومبابي واقفين بيتمشوا، الفريق كله مهاجم، حتى الحارس مهاجم، حتى الحارس مهاجم، ما عاد ضل احد هناك. انت واقف في نص الملعب شو تسوي؟ فينيسيوس ومبابي، خلاص انت اعطيته الامان يا اخي، انت تقول له خلاص. هذا اللي صرح فيه، هذا اللي صرح فيه في المؤتمر الصحفي. فتخيلوا انتم ايش الطرح اللي بيطرحوا لهم اصلا. فهذا لذلك ما عاد همه يا اخي، ما همه. ضاعت فرصة، اوكي، جت له كرة قادر يسجلها بيسجلها وبيفرح انه شوف انا اديت، انا عملت اللي علي. لكن لو ضيع ما عنده مشكلة، هو في النهاية غصبا عن الكل هو في الملعب. فهذا يعني أقسم بالله أكثر تصريح مستفز سمعته من مدرب في حياتي، أكثر تصريح مستفز. أنا كنت لاعب ومدرب طايرة وتعلمت على يد مدربين كبار. لو أنت النجم الأوحد للفريق، الفريق ما يفوز إلا فيك، إذا أخللت بالنظام أقسم بالله كان المدرب أنه يطلعه من الفريق، حتى نكون حاطين الخطة للعب وهو كابتن الفريق ونجم الفريق وكل شيء. والله إن أخل بالنظام في ليلة المباراة، اليوم الثاني نجي على أساس ندخل نسخن في الملعب، وبعدين بيجي بيسجل الستة، احنا في كرة الطائرة بيجي بيسجل الستة اللي بيلعبوا، يغير التشكيلة تماما. مش يغير التشكيلة تماما، يشيله ويحط لاعب ثاني ايش ما كان مستواه، يحط لاعب ثاني هذاك برا. نجم الفريق تخيلوا يصدموا في المباراة. تخسر ما تخسر يا أخي، أهم شيء تكسب نفسك، أهم شيء ما تخسر نفسك، مش تخسر المباراة. يعني الحين أنتوا لما ريال مدريد يلعب ويؤدي أداء رجولي حتى لو خسر، تطلع وأنت مفتخر بناديك، لعبوا أدوا اللي عليهم. لكن لما تلعب بهذا الشكل وبهذا المستوى وبهذا التصريح إنه لا يمكن المساس بهم، أنت شو اللي باقي لك؟ يعني أنت ما في عندك لا أداء ولا نتيجة، خلاص يا أخي، خلاص. احنا شفنا اوكي الحكام امس مع برشلونه، لامين يامال جايب الكره من خلف الملعب، مش من خارج التماس، لا من خلف الملعب، طلع برا السور ورجعها براسه وراح لعبها وجابوا منها جول. ما كلفوا نفسهم يعملوا اعاده، مش الفار يتكلم، لا، اعاده للقطه ما كلفوا نفسهم يعملوا لها. شفنا ضربة جزاء لإلتشي ما حسبوها، هذا يعني امور اخرى، ويستاهلوا إلتشي الخساره لانه ضيعوا فرص غبيه، ضيعوا انفرادات يعني غير عاديه. تمام.
خلاص بدهم يعطوهم الدوري يعطوهم، خلاص سلموهم الدوري. انت اليوم شو اللي تسويه؟ ايش اللي تسويه؟ ما في لاعب عليه القيمه. كورتوا بس، احنا تخيلوا لو معانا غير كورتوا يا بي، انا اضمن لكم لو كان معانا غير كورتوا، نحن في هذا الاسبوع بس من الدوري كنا نحن يعني المركز 12 13، يعني لولا ستر الله سبحانه وتعالى ومعانا هذا السد العظيم، هذا سور الصين العظيم كورتوا. يعني انتم تتصوروا هجمه انفراده للاعب من رايو فايكانو، تصوروا مين اللي راجع يدافع معاه، اللي وصل معاه لعند كورتوا وضايقه، منو؟ غونزالو غارسيا. هذا اللي نازل على اساس انه راس حربه، على اساس انه مهاجم. وين المدافعين؟ ما فيش حد. المهاجم لحاله، وانقذها كورتوا سبحان الله، حتى مش غونزالو غارسيا اللي انقذها، لكن لولا مضايقه غونزالو غارسيا يمكن كان يفكر فيها ويحطها بعقل، بس لانه غونزالو غارسيا ضغط عليه فضيعها. تصوروا الى اي مستوى. وبعدين انت معك فينيسيوس في الملعب، ومعك مبابي، ومعك رودريجو، تنزل غونزالو غارسيا وين يلعب؟ يعني مش فاهم انا. انت منزله يلعب فين؟ دفاع يعني؟ شيء مقرف والله العظيم. انا ما فرحت بالفوز اليوم، يعني فرحت انه قلصنا النقاط، احنا رجعنا نقطة واحدة الفرق، ولا يعني كفرحة فوز واداء، لا والله ما فرحت فيها. يعني لوين مودينا يا بيريز؟ الله لا يعطيك عافية يا بيريز. يعني عشان الاستثمار وعشان الفلوس بدك تدمر تاريخ النادي، بدك تدمر اللي بنيته انت السنوات الماضية هذه كلها من سمعة للنادي. ايش هذا المنطق تبعك؟ كنا في المباريات، نحن في المباريات نكون فايز، ما خسرانين 2-0 ما نخاف، 3-0 ما نخاف، عارفين انه فريقنا بيعدل النتيجة وبيفوز. وفعلا كانت تصير معانا، كنا ملك الريمونتادات. الآن ما في، الآن بنكون فايزين ونخسر، احنا بنكون فايزين ونخسر. شيء مش منطقي، شيء مش طبيعي. المهم مبروك مدريديستا، وهارد لك للبرشلونية اللي كانوا يعني. والحكم اليوم ما احكي لكمش حلو اللي تذكرت الحكم، يعني تصوروا اي لقطة فيها شك يعمل لك كذا مباشرة بدون ما يرجع للفار، ما في شيء. يعني انا يعني عرقلة ابراهيم دياز داخل خط ال 18 قد تكون ضربة جزاء وقد تكون مش ضربة جزاء، بس الاصل تعود للفار. فينيسيوس يوقعوا داخل خط الستة، يعني شيء، يعني اقسم بالله يعني في شغلات تحسها واضحة، يعني ما يحتاج انه حد يتكلم فيها، لانه انت ممكن يقول الحكم واسمع لا ما في، اوكي يعمل كذا، لا هذا ما في، ما يسمع على شيء مباشرة. انا يا اخي طيب الفار اللي فاتحينه هذا لمين فاتحينه هذا؟ ولا رايحين يشربوا شاي ولا يتعشوا ولا يتغدوا؟ انت عارف انه مش موجودين في الفار. ولكن للاسف جنت على نفسها براقش من مستوانا المعفن، مدربنا الاعفن، ورئيس نادينا الاعفن والاعفن. السلام عليكم.